عارف ايه اكتر حاجة بتدمر الناس في صمت؟ انك تبقى دايما كويس مع الكل الا نفسك. تدي حب ووقت ومجهود وتضحيات، ومفيش حد بيديك نفس اللي بتديه. بس لما تقرر تحب نفسك وتفكر فيها يقولوا عليك اناني. طب تعال اقولك على السر القذر اللي محدش بيقولك عليه. في انانية حلال. أنانية لو ما عملتهاش حياتك هتبوظ وصحتك النفسية هتنهار، وهتفضل لعبة في إيد كل اللي حواليك. تعال نفكك المصطلح ده ونخليه سلاح في إيدك مش تهمة عليك. جاهز؟ النقطة الأولى: الأنانية الحلال بتساوي إنك تحب نفسك من غير ما تكره الناس. الناس فاهمة إن تحب نفسك يعني تدوس على غيرك، لكن الحقيقة تحب نفسك يعني تحترم وقتك، تحافظ على طاقتك، ترفض اللي بيستغلك وتبعد عن اللي بياخد منك أكتر ما بيديك. مثال: في بنت دايما صاحبتها بتكلمها وقت مشاكلها، تسمع وتطبطب وتحل، لكن أول ما البنت دي تقع في أزمة الصحبة دي بتختفي. ولما قررت تبطل تبقى دايما المنقذة قالوا عليها بقت أنانية. الحقيقة هي أول مرة تحب نفسها، وده مش غلط. الخطوة: كل يوم اسأل نفسك أنا عملت إيه النهاردة عشاني أنا. لو الإجابة ولا حاجة، اعرف إنك بتخون نفسك. النقطة التانية: الأنانية الحلال بتساوي إنك تقول لأ من غير إحساس بالذنب. أكتر ناس بتتعب هما اللي مش بيعرفوا يقولوا لأ، اللي بيقولوا حاضر وهم بيتمزقوا من جوه وبيتقطعوا من جوه، اللي بيروحوا مشاوير هم مش عايزينها، واللي بيسيبوا شغلهم الأساسي علشان يساعدوا حد تاني. لما تتعلم تقول لأ وانت مبتسم بتبدأ تعيش بجد. مثال: شاب شغال فريلانس، كل شوية حد من صحابه يطلب منه خدمات ببلاش، ولما بدأ يقول لأ قالوا له اتغيرت بقيت أناني. لكن الحقيقة هو بدأ يقدر وقته ويشوف شغله صح. الخطوة: ابدأ بلأ الصغيرة، لأ لطلب بسيط ملوش لازمة. كل مرة هتقول لأ هتحب نفسك أكتر. النقطة التالتة: الأنانية الحلال بتساوي إنك تبعد عن الناس اللي بتستنزفك. في نوع من البشر بياخد منك طاقة أكتر ما بيديك، ناس سلبية، ناس دراما، ناس بتشتكي طول الوقت. لو فضلت معاهم هتبقى شبههم غصب عنك. تبعد مش لأنك وحش، تبعد علشان تحافظ على نفسك. مثال: شاب خطيبته كل شوية مشاكل، كل يوم زعل وخناق وتوتر، سابها مش لأنه أناني، لأ، لأنه بيحاول ينقذ نفسه من علاقة هتدمره. الخطوة: اعمل فلترة للعلاقات، مين بيديك طاقة ومين بياخد بس. ابدأ قلل من التانيين واحدة واحدة. النقطة الرابعة: الأنانية الحلال بتساوي إنك تستثمر في نفسك قبل ما تنقذ غيرك. قبل ما تطفي نار غيرك طفي النار اللي جواك. قبل ما تدي فلوس لحد اتأكد إنك مأمن نفسك. قبل ما تساعد الكل اتأكد إنك واقف على رجلك. مثال: بنت كانت بتشتغل وتصرف على أهلها، وأخوها اللي مش بيشتغل فلوسها خلصت، صحتها باظت، مفيش حد سأل فيها. ولما قررت تسيب الشغل وتصرف على نفسها بس قالوا أنانية. لكن لو كانت كملت كده كانت هتضيع. الخطوة: قبل ما تساعد حد اسأل نفسك هو أنا قادر أساعد وأنا مرتاح ولا بضغط على نفسي؟ لو الإجابة توتر ما تساعدش. النقطة الخامسة: الأنانية الحلال بتساوي إنك تحط حدود للناس. أكتر حاجة الناس بتستغلها فيك إنك مش حاطط حدود. كل واحد عايز يدخل في حياتك، في وقتك، في قراراتك، ولما تحط حد يزعقوا هو أنت بقيت أناني كده ليه؟ لكن أنت بس بدأت تقول أنا مش متاح 24 ساعة. مثال: شاب كل يوم بيرجع من الشغل تعبان، بيجي صاحبه يقول له لازم تيجي معايا دلوقتي، ولما قال له أنا محتاج أرتاح الصاحب ده زعل، لكن هو الأول مرة قال نفسي أولى. الخطوة: اكتب 3 حدود أساسية: وقتك، نومك، خصوصيتك، واحميهم كأنك بتحمي بيتك من الحرامية. النقطة الستة: الأنانية الحلال بتساوي إنك تختار نفسك
على حساب رضا الناس. مفيش أصعب من لحظة تختار فيها نفسك وتخسر حد بيحبك، بس أوقات لازم تختار. اللي بيرضى على حساب نفسه بيعيش في صراع داخلي ما بيخلص. اللي بيختار نفسه بيخسر ناس بس بيكسب روحه. مثال: بنت كانت بتحب شاب بيغير عليها وبيتحكم فيها. أهلها بيقولوا اصبري ده راجل، وهي عارفة إن العلاقة دي هتكسرها، فقررت تمشي. مش علشان أنانية، علشان حبت نفسها أكتر. الخطوة: اكتب 5 حاجات نفسك تعملها بس خايف من الناس تقول ايه، واختار منهم واحدة واعملها النهاردة. النقطة 7: الأنانية الحلال بتساوي إنك تنسحب من الحروب اللي مش بتاعتك. مش كل حاجة لازم ترد عليها، مش كل خناقة لازم تدخل فيها. اللي بيحبك مش هيحتاج تثبت له كل شوية إنك كويس، واللي بيشك فيك مش هيصدقك حتى لو جبت له دليل من ربنا. الأناني الحقيقي هو اللي يطلب منك دايما تضحي علشان هو يرتاح. مثال: شاب كل شوية خطيبته تزعل وتقول وريني انك بتحبني، يقعد يثبت ويثبت ويثبت، وفي الاخر تقول له انت اناني علشان مش بتحس بيا، فقال لها انا مش اناني، انا خلصت. الخطوة: انسحب من اي علاقة بتحولك لمحامي دفاع. انت مش متهم، انت بني ادم، ليك حق تختار نفسك. النقطة 8: الأنانية الحلال بتساوي إنك ما تستناش من الناس تقدير علشان تكمل. اوعى تفضل تستنى كلمة شكر أو حد يقولك أنت جامد علشان تكمل. اعمل لنفسك علشان أنت تستحق، مش علشان الناس تقولك برافو. الأنانية الحلال إنك تبقى جمهور نفسك الأول. مثال: شاب بيشتغل على مشروعه كل يوم، محدش بيشجعه بس فضل مكمل لحد ما المشروع نجح، والناس كلها قالت كنا عارفين انك هتنجح، بس هو كان عارف من قبلهم. الخطوة: اكتب في ورقة انا مستحق النجاح حتى لو محدش شجعني، وحطها قدامك كل يوم الصبح. في النهاية الأنانية مش دايما غلط، في منها أنانية حلال تحميك، تقويك، وتخليك تعيش حياتك باحترام لنفسك قبل كل الناس. اسأل نفسك بصدق: كم مرة ضيعت نفسك عشان ترضي غيرك؟ كم مرة قلت أنا تمام وانت جواك بيموت؟ لو تعبت من التضحية يمكن الوقت جه إنك تكون أناني، بس أنانية حلال. لو حسيت إن الكلام ده لمسك اكتب لي في الكومنت. أنا هستأذن نفسي الأول قبل أي حد تاني، وشير الفيديو مع كل حد بيضحي أكتر ما بيتحب. كان معاكم رائد الأفكار، المبرمج البشري الوحيد في الوطن العربي. لو عايز تشوفني تاني وتسمع كلام من ده كمان مرة وأقوى كمان من ده، تنساش لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك تنبيهات بالفيديوهات الجديدة. سلام.